السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد مع طارق إبراهيم بعد فترة غياب عصيبة طويلة. طبعا بقالي فترة طويلة أوي أنا ما طلعتش لايف أو ما عملناش فيديوهات. طبعا أنا مش عارف انتوا عارفين المواعيد دلوقتي ولا لأ، بس احنا دلوقتي عملنا التوقيت الشتوي، والتوقيت الشتوي ده بقى ما اقولكوش، الساعة بتيجي 4 تلاقي الدنيا بقت ضلمة، اللي هي خلاص بقى بتضلم خالص. غير بقى الجو على طول بالذات يعني انا بتكلم على نيو جيرسي او نيويورك، تلاقي الجو ضلمة قوي. غير بقى غيوم كتير بتخلي الجو كئيب بدرجة تقيلة جدا. انا مثلا جدولي في الشغل الجديد اللي انا فيه بقيت اشتغل من 10 ل6، فباجي انا مثلا عشان اروح الصبح كده بتبقى لسه ايه يعني، مش نور اللي هو نور لسه، وبعدين بضطر اسوق بقى بالليل وانا راجع في الضلمه، فده بقى بيديني بقى ايه، جزء من الاكتئاب كده. خلاص انا يومي خلص، بيخليني مقفول اصلا طول اليوم، ان انا لا ده انا يومي بيخلص بدري، فمش بلحق اعمل حاجه. بقى كل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي فتيجي بقى ايه تقفلني. وانا طبعا كراجل يعني بطلع اعمل فيديوهات يوتيوب عن السفر او عن فيديوهات تحميس، يعني ان الناس تتشجع، ان الناس احكي لهم على نجاحات لناس. يعني مش بتكلم عن نفسي اكتر الاوقات، يعني بتكلم على حاجات حواليا وعن شخصيات حواليا والناس اللي نجحت والناس اللي تخطت المصاعب والكلام ده كله. فما ينفعش ان انا اطلع بقى اقول لكم والله يا جماعه ده الجو يعني زفت والعمليه رخمه قوي ومفيش مجال والواحد زهقان والواحد والكلام ده كله. فبنقصر بقى، بنخليها يعني ايه، بلاقي نفسي من نفسي كده ببعد وما بحبش اعمل فيديوهات. خلونا نطلع الشارع كده معانا، كده تبصوا معانا الشارع عامل ازاي. لسه مكمل معاكم انا اهو في الشارع زي ما انتم شايفين. مش عارف الشارع ليه مش طالع مظبوط، بس اديني في الشارع هنا. بس انا في لانش بريك دلوقتي فقلت اطلع اتكلم معاكم شويه. زي ما بقول لكم ده منظر الجو زي ما انتم شايفين كده، الدنيا السما شكلها كده مطره، ممكن تلج ينزل شويه، حر على ساقعه، مناخ غريب جدا. احب انا نيو جيرسي في بعض الاوقات، بس الوقت ده يعني ما بحبوش، وقت التلج. انتوا عارفيني لما ينزل تلج بحبه جدا، فانا عشان كده بحب الولايه دي. بس بالنسبه ليك انت بقى، لو انت شخص متاثر وموضوع الجو بيأثر على شخصيتك وعلى نفسيتك، فما رشحلكش الولايه دي. انا للاسف في الشتاء بيضايقني جدا. بقالي مثلا داخل في 3 اسابيع ما بروحش الجيم، مفيش زدت بتاع مثلا 5 باوند ولا حاجه. فهو الجو بيخليني كده تمام. بس يعني قلت ايه، خلينا نبدا اسبوع جديد كده. النهارده الاثنين، قلنا نبدا كده مع بعض. دخلت كتبت البوست مع الناس، قلنا نشوف ايه الاخبار واخبار الناس ايه، لان الناس وحشتني جدا وكان نفسي اتكلم معاهم كتير. طبعا شفت بعض التعليقات، اغلب التعليقات محتاجة اكتر من فيديو، ما ينفعش يتلخص في فيديو واحد. اهمهم موضوع الدراسة في امريكا، انا عملت عنه قبل كده بس مفيش مشكلة، ممكن نعمل فيديو تاني عن الدراسة في امريكا. طبعا هو كان بيسأل خاصة الكوميونيتي كوليدج، ودي مهمة جدا لاغلب الناس اللي بتيجي تبدأ دراسة وعاوزة ما تدفعش كتير في الدراسة. هنتكلم فيه بتوسع اكتر ان شاء الله في الفيديو الجاي. يعني ممكن نعمل فيديوهين او 3 على نفس الموضوع، لانه ما ينفعش يخلص في فيديو واحد. بالنسبة لسؤال صديقي مصطفى، كان بيسأل انه انهي افضل مكان للمهاجر الجديد، للمهاجرين او للهجرة. طبعا في دول كتير حلوة ان الواحد يفكر فيها، بس المشكلة فين السهولة في الموضوع، والموضوع ده بياخدني في نفس الدايرة. ليا كم صديق يعني قريبين مني بيكلموني على الفيسبوك كتير،
بيفكروا في موضوع السفر وعاوزين يسافروا وعاوزين يعملوا محاولات، وفي ناس عاوزة لسه بتفكر في نفس الموضوع بتاع ان هم يروحوا مثلا الدول الأوروبية عن طريق البحر. واللي انا بقوله مرة واثنين وثلاثة، لا 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 لا. آه لان اصلا اللي انت هتشوفه بعد كده بعد ما توصل هيبقى وحش جدا، غير بقى موضوع البحر والكلام ده كله. موضوع مش حلو. انا لسه كنت بتفرج على فيلم اسمه سويمرز على نتفليكس. ده مش عارف، اعتقد ان هو في نتفليكس بتاع مصر برضو، ممكن تلاقوه على ماي اي جي والمواقع التانية اللي هي الفري دي. فيلم حلو جدا، بيتكلم عن ان هم مهاجرين لجوء عن طريق سوريا وكده، والقصة بتاعتهم وقصة الموضوع بتاعهم وصل ازاي. يا ريت تتفرجوا عليه. يعني الناس اللي بتفكر في موضوع الهروب عن طريق البحر والكلام ده كله دماغهم هتتغير من الموضوع ده. انا ما رشحش الموضوع ده نهائي. فدايما بنلف ونرجع تاني في اللي هي في نفس النقطة اللي بنتكلم فيها طول الوقت، او اللي قناتي مبنية عليها، الا وهي اللوتري. ان هو الناس تقدم في اللوتري، اللي انا دايما بشد عليه وبقول للناس ده افضل حاجة، لانه هو افضل طريق سليم، يعني اللي هو الطريق الصح، اللي هو مفهوش لف ومفهوش نصب مفهوش ستريت. تبقى داخل رسمي في البلد، تعيش رسمي في البلد، عندك اوراق، تقدر بقى ايه تعمل اللي انت عايزه، تقدر تدرس، تقدر تشتغل، وهكذا. فاللوتري، الناس اللي ما تعرفش ايه اللوتري، دي بنسميها اللوتري او الهجرة العشوائية. بتبقى كل سنة بتقدم عليها مرة واحدة، والنتيجة بتبان. التقديم بيبقى في شهر 10 من 10 ل 11، والنتيجة بتبان في شهر 5. تقدر تجهز اوراقك تسافر على السنة اللي بعدين. ودايما بقول للناس تقدم عليها طول الوقت. شوفوا الست المحترمة دي كانت عمالة تنظف في الشارع، شالت، انا بقالي ربع ساعة هنا قاعد، شالت ازايز بلاستيك كتير كانت مرمية على الارض. يعني مثال، يعني الناس بتحب تنظف حواليها. انا بعمل كده برضو حوالين البيت، يعني ممكن حاجات ما تبقاش بتاعتي بشيلها يعني، بس حاجة جميلة يعني بصراحة. في واحدة تانية جارتنا هنا برضو بتقعد، بلاقيها بتلم الزرع واي حاجة واقعة على الارض وتقعد تلمها، تجيب كيس كده وتحط فيه كل حاجة، اللي هو يعني ايه، يعني حافظ على نظافة البيئة. آه، بدل ما الناس بتقعد ترمي الحاجة في الزبالة ويتفوا القشر والكلام ده كله. آه، بس فان شاء الله يعني انا ناوي بالنسبة لي انا بداية جديدة كده نرجع بيها، وان شاء الله نرجع اقوى من الاول. كل مرة بقعد اقول نفس الكلام الحماسي ده، ده احنا راجعين مش هنبطل، وكل اسبوع لايف والكلام ده كله. الموضوع بس داخل في مرحلة ملل، بس ان مفيش جديد اتكلم فيه. وموضوع بقى المحلات، وروح صور الدولار ستور والوول مارت والكلام ده كله، ناس كتير عملت الفيديوهات. مش هعرض جديد، انا اللي هعرضه ممكن يضايق الناس، لان الاسعار بصوا لسه عماله تشيل حاجات اهو. يعني حاجه جميله جدا تتحط على الراس والله. الناس مش هتحب الفيديو قوي يعني، لان الاسعار بقت زايده بطريقه رخمه جدا. طبعا في زياده اسعار في كل حته، ما اعرفش انتم متابعين عندنا ولا لا، بس زياده الاسعار عاليه جدا. البيض عندنا غالي برضو زي كل الناس، اللحمه غليت، الفاكهه، الخضار، كل حاجه غليت جدا. البنزين غالي جدا عندنا. مش معنى كلمة غالي جدا ان انا بقول اغلى من الدول عندكم او كده، لا، غالي بالنسبة للسعر اللي احنا كنا عايشين. طويل. آم، ايه تاني في الوقت الحالي بقى؟ اكتر حاجة شغلة الدنيا كلها الناس بتتفرج على كأس العالم. انا متابع طبعا كل الماتشات، والواحد متأثر بالموضوع 100%. خلينا ندينا بندردش كده لحد ما نبدأ الفيديوهات السليمة يعني. انا طبعا متفاجئ في الكاس العالم ده جدا. فرحت بالسعودية بالاداء اللي عملوه. متفاجئ جدا باداء المغرب، فرحان بيه جدا جدا جدا. اتفاجئت بمباراة البرازيل، اتفاجئت بمباراة البرتغال، وزعلت جدا على كريستيانو. في حاجات كتير ما عجبتنيش قوي مع اللي هم النجوم زي كريستيانو او ميسي. حاسس ان المعاملة معاهم مش اللي هي تقديرا لمقامهم الحقيقي يعني، بالذات بقى ان الرجاله دي الجيل بتاعي بقى وكده. فانا زعلت ان هو بيحصل معاهم. وشفت اكتر من مقال، ناس كاتبين مقالات يعني تحميسيه شويه حلوه عن هم مثلا شفتوا يعني كريستيانو المعامله معاه ازاي، وان الزمن المصالح وطبيعه الشغل ان بياخدوا الواحد كده
ياخدوه لحم ويرموه عظم والكلام ده كله. فيها بعض من الحاجات الصحيحة، يعني فعلا ان في الشغل دايما كده كده، بالذات عندنا احنا هنا في امريكا، بيبقوا عاوزين ياخدوا منك كل حاجة، وممكن يستغنوا عنك في ثانية عشان ياخدوا واحد اقل منك. مثلا لو انت بدأت بقى ايه تسأل بقى ايه النظام، طب انا عاوز ازيد، انا عاوز اعمل. فعشان كده دايما كنت انصح اي حد بيدور على شغل في مجالي او زمايلي او الناس اللي معايا ان يعني have to move on. ما ينفعش تفضل في مكانك، لان هيفضلوا يستغلوك وهيضيعوا لك من عمرك وانت مش هتعمل. فهنا افضل حاجة هنا ان انت بتستمر تتنقل من شغل لشغل. طبعا في شغلانات تحتاج تستقر فيها شوية، لو انت بي they provide you with certifications، بيساعدوك في دراسات، ان انت تاخد شهادات، ان انت تتعلم حاجات جديدة. فممكن دي تبقى خطوة استثنائية ان انت تستنى معاهم. انما تفضل معاهم وهم بياكلوا منك ويزودوك 1% و2%، مش حلوة لمستقبلك. ف فدي حاجة برضو من الحاجات اللي انا كنت حابب ايه اعرضها يعني عندي. طبعا بتمنى التوفيق للمغرب، حاجة هتبقى حلوة قوي لينا كلنا كعرب. طبعا في ناس طبعا عمالة تتكلم انتوا ايه دخل العرب والناس كلها بقت مغاربة والكلام ده كله. احنا متعودين عن كده من زمان، اللي مش عاجبه كده براحته، بس احنا من زمان جدا. انا بالنسبة لي حتى للجيل بتاعي، انا اي حاجة في العرب حلوة للعرب بتفرحنا، بنفرح كلنا. اي حاجة مش كويسة بتزعلنا. بس للأسف احنا ايدينا قصيرة، يعني احنا كشعوب او كبني ادمين ما عندناش امكانية ان احنا نعمل حاجة. زي مثلا احنا فاكر ان زمان ايام محمد الدرة وايام كنا بنعمل مظاهرات كتير قوي عشان فلسطين من زمان. بالرغم من يعني انا جيت هنا وشفت ان في عنصرية، وفي فلسطينيين ما يحبوناش قوي، في مصريين ما يحبوش الفلسطينيين. بس دول بقى ايه بقى، دول اللي هم الاعلام غسل لهم دماغهم. بس في الناس الطبيعيين اللي زيي، يعني بحب كل العرب، ونفسي العرب يبقوا واحد، ونفسي اسمنا يترفع في السماء، ويجي يقول لك كده انت بتتكلم عربي، ده المغرب كسب، يا عم المغرب دول تبعنا، دول قرايبنا، دول جيراننا، الكلام ده كله وهكذا. ما احبش موضوع التفرقه، لا ده احنا فراعنه ودول افريقيين ودول امازيغ ودول عرب مش عارف ايه ودول مش عرب، والتفرقه الغريبه اللي الحكومات بتعملها دي. احنا كلنا واحد والعرب كل واحد. و... وارفض اي عنصرية بين العرب كلهم واي عنصرية بين الشعوب كلهم. ان شاء الله استنوا فيديو جديد، احاول انظم اوراقي. عاوز الفيديوهات الجاية تبقى منظمة وتبقى على موضوع واحد بس. فانتظروني ان شاء الله فيديوهات حلوة هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.